السلام عليكم، أهلا بكم متابعي في الزاوية 90. يبدو أن نيكولاس بيبي ليس من المعجبين بحمامات الثلج. حمامات الثلج هي كابوس للاعبي الكرة، حتى أن البطاريق لا تحبها، لكن أندية كرة القدم لا تستطيع الاستغناء عنها. لكن لماذا يأخذ اللاعبون حمامات الثلج؟ الغطس في المياه المثلجة تتراوح مدته ما بين 10 إلى 15 دقيقة، ودرجة الحرارة في الحمام تتراوح ما بين 46 إلى 55 درجة فهرنهايت. يقول آزمير بيجوفيك: في النهاية فإن ذلك الحمام مفيد دائما على المدى البعيد. لكن هل فعلا حمامات الثلج مفيدة؟ يقول أحد الأطباء: الأمر بسيط ويقلل الإحساس بالتعب ويقضي على السموم ويزيد من سرعة التعافي. ويقول أيضا: البرودة تعطل الجسم وتوقف العديد من الأشياء مثل النزيف الذي يؤدي إلى تورم العضلات وحدوث الكدمات. البرد يقبض الأوعية الدموية ويساعد على تصريف الدم وملء الأقدام بدم جديد. هذه الحمامات تساعد العضلات والأوتار والأنسجة على التعافي، وهي مفيدة جدا عندما يلعب اللاعب كثيرا من المباريات، لأنها تخفض من عدة أشياء مثل سرعة التعب وتشنج العضلات. وهي أيضا تساعد اللاعبين على بذل جهد أكبر باستمرار وبسهولة. وقد أشارت البي بي سي إلى أهمية حمامات الثلج ودورها في إحراز ليستر سيتي لبطولة الدوري الإنجليزي عام 2016. العلاج بالثلج يسمح للاعبين بالتعافي السريع من الإصابات، حتى أن كريستيانو رونالدو كان مولعا بها في ريال مدريد. يقول كارلو أنشيلوتي: لن تستطيعوا تصديق كيف كان كريستيانو يضع صحته الشخصية فوق كل شيء. كان يأخذ حمام الثلج في 3 صباحا في مركز التدريب، حتى وإن كانت إرينا شايك تنتظره في المنزل. وقد وجدت دراسة أوروبية فوائد أخرى لها. 3 حمامات ثلج لمدة 6 دقائق في الأسبوع الواحد تزيد المقاومة ضد العدوى والأمراض. لكن عليك اتباع قاعدتين حتى تحقق الاستفادة: لا تخفض الحرارة تحت 14 درجة فهرنهايت، ولا تكررها كثيرا جدا. عندما تكرر حمامات الثلج كثيرا فإن الجسم يتأقلم عليها وتنخفض فائدتها. لكن حمامات الثلج ليست النوع الوحيد من أساليب العلاج بالثلج. توجد أيضا ثلاجات ضخمة تتسع لحجم جسم الإنسان ويطلق عليها الساونا الثلجية. تستطيع هذه الثلاجات أن تخفض درجة الحرارة حتى ناقص 328 درجة فهرنهايت. اشترى كريستيانو رونالدو واحدة منها في 2013 بمبلغ 49,000 دولار، وربما تكون هي السبب في لياقته المميزة والقوية.